المكيف إيه؟ يضرب فوق راسنا الحين. إيه؟ هذا يأثر علينا؟ لا ما يأثر، عادي، جسمك دافي عادي. أنت أهم شيء البطن. ليه يشال البطن؟ البطن مثلا تصير عفنة بالبطن. عفنة بالبطن. إيه؟ يعني ياكل أكلة، أي عفنة في البطن تولد برودة بالجسم. أوف. إيه؟ تسمم غذائي. هذا يروح يسوي سحب تلقى هواء. دائما ايدينا تبرد ورجوله تبرد. هذا يروح يسحب هواء. لا، أو التسمم غذائي إذا تسمم بسرعة وراح المستشفى راح يتعالج. صح. بس إذا تسمم خفيف وقعد ويتكاسل ما أروح مستشفى ما بطبيب زين تتردى حالته يوم عن يوم يجيبونه لي عاد أعالج بطنه وأموره طيبة. حتى التسمم يعني كل شيء هو عفن داخل البطن. يعني مثلا واحد أكثر شيء ما تصير مع العيال الصغار يطلب وجبة. الوجبة الشركة تسويها حارة، بس وسيلة التوصيل بعضهم يتأخر عليه. حلو. فلما توصل بعد ساعة ساعة ونص مثلا تبرد الوجبة، وفهذا الولد أو البنت جوعان فيروح يأكلها هي باردة، سببت شنو؟ عفنة ببطنه. يعني شيء البارد مو زين تاكله. إيه مثلا هو دسم وبارد، وجبة همبرجر وكذي صار بارد مو زين على الجسم، لازم يحطه ميكروويف يسخنه، بس هو جاية بارد فهو من الجوع أكل أثرت على بطنه وتسمم، صار في تسمم. فاحنا ما أقول شركات الوجبات السريعة لا، زين شغلهم زين وحار، بس وسيلة التوصيل تأخرت. يعني أي شيء علته في البطن، والسبب الرئيسي البرد. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من ابن آدم وعاء شرا من بطنه، كل الشر في البطن. وسببها أكثر شيء للبرودة. البرودة تولد رطوبة. قال تعالى وجعلنا الماء كل شيء حي، الرطوبة تعيش على البكتيريا والجراثيم والفيروسات. صارت بكتيريا، ممكن بكتيريا كرونز بعض الناس يصير فيها، أو تصير جرثومة اللي هو كبترة وكذي وهذه. فأنت لازم تعالج علاج طبيب، تاخذ حق الجرثومة وتعالج البرودة والرطوبة. أما إذا عالجت بس الجرثومة بعد 4-5 شهور أنت طيبة، بس تنتكس ثاني مرة لأن في برودة تكونت رطوبة كونت جرثومة. والكرونز هذا تعالجونه؟ والله أنا الكرونز عالجت على مدى 25 سنة يمكن 5 حالات بس. واللي عالجتهم كثير واللي استفادوا 5 حالات، يعني قصدك كذي؟ ايه اللي عالجتهم كثير واللي استفادوا بس 5 حالات اللي استفادوا لأنهم التزموا بالعلاج. واللي ما يلتزم ما يستفيد. والعلاج شلون؟ الكرونز هي بكتيريا تصير في الأمعاء الدقيقة. حلو. اللي هي تصير تحت القولون، القولون المستعرض أو فوق المستقيم 10 سنتي. فمن اسمها بكتيريا، يعني في برودة بالمكان هذا. فهذا نسوي خبل للبطن، نطلع برودة داخل الحرارة، وأعطيه عسل مع رمل خلية النحل، مادة ترانتيجية تصنع النحلة داخل الخلية تقوم بقتل البكتيريا والجراثيم والفيروسات ومادة الضار التي تدخل الخلية، اللي اسمها العلمي بروبوليس. هذا رمل النحل تقول؟ رمل الخلية بروبوليس، نسبة بسيطة يعني بالجرامات، ويا العسل، ويأخذها 2 مرات في اليوم نعطيه. وكم يأخذ وقت؟ 2 شهرين. يكون كرونز بإذن الله طيب من عندها. والخبن كل 2 أسبوع جلسة. نسأل الله العفو والعافية. والله يشفي كل مريض إن شاء الله. كل مريض والله. نسأل الله يعافينا وشافينا ويعافيك وشافيك يا أبو محمد. أنا كنت توسوس. الحمد لله. الله يعطيك العافية أبو محمد، استمتعنا وياك. الله يطول